اي فرع على مستوى العالم لازم يبقى صح، مماثل مظبوط. للتاني. فبيدور على مواصفات لخامات معينه، بسبيكتس معينه، بدايمنشنز معينه، ازاي هو يطمن انها تبقى موجوده مش هتتاخر مم. فتاخر تنفيذ المشروع. اللوك اند فيل بتاع المشروع هيطلع زي ما هو عايز. طب انا عارف ان انتوا اشتغلتوا مع شركات انترناشونال زي هاني ويل وجونسون كنترولز ومارس. طيب الشركات المالتي ناشونالز دي لما بتيجي مصر بيبقى اكيد ليها ستاندردز وليها احتياجات معينه. ازاي بتقدروا تقدموا لها نفس السيرفيسز اللي هم بياخدوها في اي دوله تانية؟ بص، دي من النقط المهمة جدا اللي احنا بنفوكس عليها، وعشان كده يعني بنفوكس على التعامل مع الشركات المالتي ناشونالز، لان هي ليها ستاندردز. فاحنا اللغة اللي كلنا بنتكلم بيها، سواء بقى استشاري مكتب إدارة المشروعات المسؤول أو العميل، تبقى لغة واحدة فبتسهل الأمور. فمن أول يوم بنبقى عارفين الايدنتيتي، أو يعني اسمها خلينا نقول ايدنتيتي، يعني مم. بتاعت الهويه الهوية الشركه. بالظبط كده، بتاعت الشركة دي بكافة تفاصيلها. من اول يوم بنبقى عارفين الريكويرمنتس بتاعتهم، كل التفاصيل اللي هم محتاجينها، هيبداوا امتى، يخلصوا امتى، البادجت بتاعت المشروع قد ايه، حتى شروط الدفع عامله ازاي، الشكل والتصور اللي هو عايز يشوف ايه في الاخر. فطبعا بناء على ان احنا بقى لنا اكتر، او يعني في حوالي 20 سنه في هذا المجال، نفذنا مئات المشاريع، بقينا عارفين العميل عايز يسمع ايه، عايز يشوف ايه، عايز يطمن ازاي. مم. فبقينا بنركز على الحاجات دي، فالحمد لله بيبقى عندنا اجابات لمعظم الاسئله اللي هو عايزها قبل ما هو يسالها. فبتدي له نوع من انواع الاطمئنان او الاريحيه في بدايه المشروع، وعلى اساسه بنبتدي بقى الخطه بتاعتنا، اللي هي بتختلف من مشروع لاخر يعني. هي فكره ان تطمنوا دي مهمه جدا، لان يعني الناس اللي بتبقى جايه من بره بتحس ان هي اكيد يعني بتبقى متوتره شويه، او مش عارفه المفروض يبدا ازاي، او بتحس ازاي ان التفكير بتاع الشركات المالتي ناشونال اللي جايه من بره بيبقى مختلف عن الشركات مثلا، او مع التعاملات اليوميه بتاعتنا هنا. بص يعني الالتزام بالمواعيد طبعا مظبوط اكيد. طبعا جدا، دي, مثلا. دي اهم حاجه. اه. خلينا نقول ان في اخر 10 15 سنه حصل طفره غير يعني غير مسبوقه في مجال مشروعات الفيت اوت، اللي هي الفاست تراك بروجكتس. امم. وطبعا زي ما قلنا يعني خلى الموضوع ده اكتر قوه واكتر صلابه، كثره المشاريع اللي بقت معروضه دلوقتي نتيجه حجم الاستثمار اللي بيكبر في مصر. امم. فبيبقى الفكره كلها ان انت من اول يوم انت بتوضح له انت كل حاجه مثلا شفتها في اي بلد في العالم هتلاقيها هنا، وممكن احسن كمان. يعني اوكي. جميع انواع الماتيريالز اللي هو ممكن عايزها، لان انت عارف دايما هم عندهم هويه معينه، امم. اي فرع على مستوى العالم لازم يبقى صح، مماثل مظبوط. للتاني. اه. فبيدور على مواصفات لخامات معينه، بسبيكتس معينه، بدايمنشنز معينه، ازاي هو يطمن انها تبقى موجوده مش هتتاخر امم. فتاخر تنفيذ المشروع.